شكون قال ان قنيطرة في 2030 ولات مدينة عالمية؟ من كيطرقان 4 6 8 وحتى 10 المسارات. ترامواي دايز، ار حتى هو، جرادي هكا كيديروا لي زيسباس فير، كذلك المرافق العمومية موجودين والساحات كبار. بلاتي مازال ما ساليناش. شركات عالمية اختارت انها تجي وتانستالا في المدينة ديال قنيطرة، وحتى من الدراري ديال قنيطرة كلشي ولا خدام، وحتى اللي كان عنده ديبلوم ولا عنده 2 3 انهم شافوا ان فرص العمل موجودة وبكثرة. ماركات عالمية جات وتانستالات في المدينة ديال قنيطرة. واحد التغير في 5 سنوات ما كانش منتظر. هادشي كامل واش داروا بعصا سحرية؟ كيفاش داروا ليه؟ هادشي اللي غنشوفوه في الحلقة ديال اليوم من بودكاست مدن تتحدث. التهيئة الحضرية هي واحد المجال يمكن لك انك دير التقدم والتطور، وهادشي اللي داروا الناس ديال قنيطرة باش وصلوا لهاد النتيجة. شنو هما الخطوات اللي تبعوهم؟ هادشي اللي غادي نناقشوه في هذا البودكاست ديال اليوم. بدينا طرقان، ولكن طرقان ماشي غير جاو داروا بهذه الطريقه، انما كانت دراسه مستفيضه فيها الحركه الحضريه ديال البارح ديال اليوم وداكشي اللي جاي في المستقبل. داكشي باش نوصلوا ل 2030 نلقاو برا انه التعداد السكاني ديالهم تزاد، انه نغتنموا الفرصه ديال المونديال 2030 وعدد الناس تزاد عندهم، وبالتالي كانوا واجدين المشاكل ديال الحركه الحضريه. ما اعتمدوش فقط على الوضع الحالي وداروا حلول ترقيعيه هنا وهنا، وانما داروا دراسه شامله، خداو بعين الاعتبار الكونتاجالور اللي كاين اليوم اللي كاين البارح، وخداو حتى بعين الاعتبار لا كرواسونس ديموغرافيك اي حتى ايموبيليير ديال قنيطرة. الناس اللي كانوا شارين في قنيطرة في الوقيته قبل من 25 26 استفدوا بزاف، لانه الثمن العقار طلع، وحتى الناس ديال قنيطرة استفدوا من هاد النتائج ديال هاد لو بوم ايموبيلي. دراسات الحركه الحضريه في قنيطرة، وحنا في 2030 عندنا طرقان كبار، كاين مسارات ديال 4 ديال 6 ديال 8 وحتى ديال 10. ترامواي دايز طوبيسات عندهم بلايصهم، عندهم مسارات خاصه بهم، وكيوصلوا لجميع بقاع المدينه وحتى خارج المدينه. حيت ما بقيناش كنتكلموا فقط على القنيطره الصغرى، انما ولينا كنتكلموا على قنيطره كبرى اللي ضمت حتى سيد الطيبي، شليحات والمهديه. الحركه الحضريه ديال قنيطرة ما توقفاتش هنايا، وانما تخلق واحد النواه جديده كتلتقي فيها جميع مواصلات ديال قنيطرة، طوبيسات، ترامواي، ار وقريبه المناطق ديال ليغار فيروفير. المساحات الخضراء والفضاءات الغابويه ديال قنيطرة ولات موجوده وبوفره، ماشي فقط من ناحيه الكم ولكن كذلك من ناحيه الكيف، حيت اختارت البلايص اللي غادي تحط والطريقه اللي غادي تخدم بها باش انها تغطي اكبر عدد من الاحياء واكبر عدد ديال الساكنه. هادشي ما توقفش هنا، وانما تم تشجير جميع المسارات وممرات الكبرى ديال المدينه ديال قنيطرة، وتختاروا اشجار بعنايه. هادشي تم ادراج ديالو الوثائق ديال التعمير، وكذلك تفرضات على جميع المنعشين العقاريين انهم يحافظوا على الاشجار الموجوده، ولا ما كانش عندهم اشجار في الجوانب ديالهم انهم يزرعوهم ويساهموا في الخضوره ديال المدينه ديال القنيطرة. اما اكبر مشكل كان كيعانيو منه الناس ديال القنيطرة هو غياب المرائب ومناطق ديال الركن. هنا دخلات المدينه ديال القنيطرة واشتغلت على هذه النقطه بطريقه مدروسه وبطريقه مضبوطه. اختاروا المناطق اللي غادي تحطوا فيهم المرائب بعنايه، وكذلك المداخل والمخارج ديالهم، وتم الربط ديالهم مباشره مع شبكه الانترنت، ولينا كناخذوا لانفورماسيون على لي بلاص دو ستاسيونمون اون طون ريال، يعني في الوقت الاني كتعرف راسك المرأب اللي حداك واش كاين فيه بلاصه، شنو هما عدد المناطق في التليفون ديالك. قنيطرة اللي كانت كتعاني من غياب الساحات العموميه اليوم فيها ساحات عموميه كبرى كتقدر تهز في المحافل حتى 100,000 حتى 200,000 و 300,000 نسمه. والطريقه ديال الاختيار ديال المناطق اللي غادي تدار فيهم هاد الساحات العموميه كانت ذكيه، حيث انه اي بلاصه خرجتي منها واي حي خرجتي منه في المدينه القنيطرة ولا بد غادي تدوز من وحده من الساحات العموميه الكبرى، واللي في الليل امور العشيه كيكون فيها واحد الجو عائلي، واحد الجو رائع، فيها اضواء، فيها الفو دارتيفيس، وفيها الناس خارجين كيتساراو وكيكتشفوا المدينه ديالهم وكيرتاحوا في المدينه ديالهم، وكاين جميع وسائل الراحه بما في ذلك المراحيض العموميه.
بلاتي عندك يسحب لك انه داروا هاد المساحات العموميه على حساب تعداد السكان. كانت المدينه ديال قنيطره مدينه ذكيه، اختارت التعمير العمودي بلاصه التعمير الافقي، والمساحات اللي خسرتهم في المساحات والساحات العموميه عطاتهم منعشين واصحاب الملك باش يديروا لنا ابراج كبرى. طلقنا من ابراج متوسطه وصلنا حتى لابراج شاهقه. هاد الابراج الشاهقه كانت داخله في واحد المنظومه اقتصاديه مدروسه للمدينه ديال قنيطره، حيت ان تصميم التهيئه ما كانش فقط واحد الدوكيمون نزل، جاء من بعد واحد الدراسه اقتصاديه وتم اختيار بالعنايه شنو هما المشاريع اللي يمكن يداروا في هاد الابراج الشاهقه باش انهم يجلبوا الاستثمارات وباش انهم يخلقوا فرص ديال الشغل. قنيطره ما بقاتش فقط مركز وطني، انما ولات مركز على المستوى الافريقي وولات كتحدى اكبر المراكز الاوروبيه. قنيطره كذلك ولات واحد المركز اقتصادي عنده علاقه مع مراكز اقتصاديه كبرى خارج بقاع الوطن وخارج بقاع اقليم ديالها، ولات داخله في علاقات وتبادلات تجاريه مباشره مع مراكز موجودين في امريكان، في كندا، وكذلك في استراليا وفي الشرق الاوسط. هنا جاء الدور ديال الاستثمار، حيث انه تم اختيار الاستثمارات وتعطاو تحفيزات للمستثمرين باش انهم يجيو يتامبلونطاو في المدينه ديال قنيطره. هذه الاستثمارات كانت مدروسه على حساب الاحتياجات اللي كاينه حاليا، ولكن كذلك على حساب الرؤيه الاستشرافيه المستقبليه لداكشي اللي جاي في المستقبل. هادشي اللي خلى ان هذه الاستثمارات شجعت الناس باش يديروا ابراج شاهقه ويستثمروا فيهم، وهم عارفين ان الاستثمار ديالهم غيكون استثمار عنده منفعه خاصه وكذلك منفعه عامه. هادشي ما كيعنيش ان مدينه ديال قنيطره فكرت فقط في الاستثمار وفي التطوير ديال المجال الخاص، داروا مرافق عموميه لجميع الشرائح ديال المجتمع، فيهم مرافق عموميه خاصه وكذلك داروا مشاريع عامه، مستشفيات وكذلك مدارس، وتخلقوا نواه جامعيه جديده اللي ساهمت في التطوير ديال البحث العلمي في المدينه ديال القنيطره. قنيطره ولات واحد المركز ديال الترفيه، وجاو ماركات عالميه ونزلوا في المدينه ديال قنيطره، وتخلقوا مراكز تجاريه كبرى غطاو المساحات اللي دايره الساحات العموميه، وخلقوا فرص شغل وخلقوا واحد الرواج تجاري على المستوى الوطني والمستوى الافريقي. قنيطره ولات معروفه افريقيا وكيجيو ليها سياح من شتى بقاع العالم وخاصه من القاره الافريقيه، لانها ولات بالنسبه لهم النموذج اللي كيعتمدوا عليه باش يطوروا المدن ديالهم، المدن الافريقيه. هادشي كامل ساهم في خلق فرص شغل. الناس ديال قنيطره كاملين خدموا، ولاو الناس كيقلبوا على دبلومات جداد، لانه الفرص ديال الشغل اللي ولات كتخلقهم المدينه ديال قنيطره ولا فرص ديال الشغل مهمه، والقنيطريين كاملين ارتاحوا في المدينه ديالهم. قطاع العقار عرف واحد ازدهار كبير وتخلقوا فرص بالنسبه للمنعشين العقاريين كبيره، ومشاريع كبيره دارت في المدينه ديال القنيطره، وحتى من القنيطريين استافدوا، حيث ان الثمن ديال العقار ديالهم خدا ثمن فوا 2 فوا 3 وفوا 4، ولات قنيطره كتضاهي كبار المدن في الرباط، طنجه، مراكش واكادير. بلاتي سالينا من الحلم اجي نهبطوا لارض الواقع. حنا راه مازال في 2025 ومازال قدامنا 5 سنين ديال العمل، ديال الاشتغال وديال الجد.